من أكتر الحاجات اللي هتساعدك إنك أنت تتعلم البرمجة بشكل أحسن هي إنك تكتب ملاحظات من الكورس اللي أنت بتتعلمه. فلو ناسي حاجة هترجع تقرأ الملاحظات دي، وهكذا لو عاوز تراجع الكلام اللي أنت كتبته. بس المشكلة هنا لو جيت كتبت الكلام ده على ورق، فالورق مصيره إن هو يتقطع أو يضيع، وكمان مش هتعرف تكتب كود على ورق، هيكون صعب جدا إنك أنت تكتب الكود ده. فمن أحسن الطرق اللي أنا شفتها لحد دلوقتي في كتابة الملاحظات بالنسبة للبرمجة هي نوشن. تقدر تكتب وتحط لينكات وتكتب كود وتحط صور وتلون وتعمل كل اللي انت نفسك فيه. وكمان بعد ما تخلص الملاحظات اللي انت كتبتها تقدر تحول ملاحظاتك دي كبي دي اف وتطبع البي دي اف ده بشكل ورقي. ازيكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير. انا احمد عادل ودي قناه تعلم ببساطه. زي ما قلت لك ان من اهم الحاجات اللي هتفيدك وانت بتتعلم اي كورس انك انت تاخد ملاحظات او نوتس بجانب الكورس ده، مش مجرد انك انت تفضل تتفرج على فيديوهات بس. من اهم الحاجات انك انت تطبق على الكورس اللي انت بتتعلمه، زائد برضو انك انت تاخد ملاحظات او نوتس. ففي الفيديو ده هنتعلم بقى ازاي ناخد ملاحظات باستخدام نوشن واحنا بنتعلم كورس برمجه. طبعا احنا عملنا هنا كورس نوشن تقدر تتعلمه في 50 دقيقه عشان تعرف نوشن اكتر وازاي تستفاد منه وازاي تعمل صفح وازاي تعمل حاجات كتيره جدا. فهسيبهولك تحت في الديسكريبشن، تقدر تشوفه بعد ما تشوف الفيديو ده او حتى قبل ما تشوف الفيديو ده. وكمان نعمل الملاحظات دي كبي دي اف عشان تقدر تطبعها لو انت حابب يعني انك انت تطبعها وتذاكر برضو منها بدل ما تفضل تفتح نوشن كتير. فيلا بينا، الموضوع سهل جدا وبسيط وما تقلقش من اي حاجه. في جزء فلاتر ده اللي احنا عملناه كجزء البرمجة اللي احنا بنتعلمه هندوس عليه. دلوقتي طبعا انت شايف الصفحة بتاعتنا فاضية، كل اللي علينا اللي احنا حطينا بس الايكون والكفر وسميناها. اول حاجة احنا عاوزين نعملها ايه؟ حاجة اسمها كول اوت. الموضوع سهل جدا وبسيط، هتدوس على سلاش وبعد كده هتقول له كول اوت. لو تلاحظ كده الكلمة اسمها كول اوت ظاهرة لك، ده اللي انا قصدي بيه، اللي هي جزء كده فيه لمبة وفيه جزء انت تقدر تكتبه. طيب احنا عاوزين نكتب ايه هنا اصلا؟ انا عاوز اكتب حاجه لنفسي. اول ما افتح فلاتر كده اشوف حاجه مثلا انا كاتبها لنفسي، اقول لنفسي كمل، اقول لنفسي عاش، اقول لنفسي اي حاجه. فانا كتبت الجمله دي تمام. طيب انا عاوز اظبط الجمله دي، اخلي مثلا الجمله دي بولد او اخليها ان هي تخينه شويه او اظبط الخط وكده. اعملها ازاي؟ هعلم عليها كلها وبعد كده هتلاقي في حرف البي هنا. حرف البي ده لو انا جيت دوست عليه لو تلاحظ ان الخط تخن شويه. طيب لو انا عايز مثلا وليكن اخلي الخط ده تحتيه خط، اهو تحتيه خط بالحرف اليو ده، فانا خليت ان الخط ده تحتيه خط. طيب لو انا عايزه مش هخليه تحتيه خط ولا حاجه، خلاص هعلم عليها تاني وبعد كده هشيلها. حلو، مية مية وزي الفل. انت بقى لو عايز تلون مثلا الخط فهتلاقي حرف الايه هنا، تقدر تلون الخط ده زي ما انت عاوز والحاجات دي. دلوقتي انا عاوز اعمل هيدنج. الهيدنج ده هيكون في الكورس اللي انا بتعلم منه، فانا هعمل سلاش وبعد كده هقول له هيدنج 1 وهكتب كلمه كورس. وهظبط الايكون دي، اخليها اول حاجه بس الونها، اخلي الكلر بتاعه مثلا وليكن لونه جرين، واخلي هنا ايكون مثلا وليكن علامه العقل ده. يبقى انا كده عندي الكورس والكول اوت، بس في مسافه كبيره منهم، بس مش مشكله مش لازم. انا عاوز اعمل ايه؟ انا عاوز احط لينك الكورس اللي انا بتعلم منه. طيب هعملها ازاي؟ هدوس على سلاش وبعد كده هقول له ويب بوك مارك. اهي الجمله دي ويب بوك مارك، حط اللينك اللي انت نفسك فيه. طيب لو انا جبت له مثلا وليكن لينك، فانا هعمله هحطه هنا ازاي؟ هتدوس على البيست اللي انت اخدت لينك كوبي مثلا من يوتيوب ولا حاجه، وهتيجي هنا عند بيست او كنترول في يعني. لو جيت عملت بيست لللينك ده وجيت دوست على كلمه كرييت بوك مارك، فلو تلاحظ ان الكورس اللي انت عامله ده هيظهر لك. بص ظهر لك الثامبنيل او الصوره المصغره بتاعت الكورس، وظهر لك اسم الكورس وده كله. ده هيفيدك في ايه؟ هيفيدك انك انت خلاص دخلت على فلاتر، فانت عرفت انت بتتعلم منين مثلا وليكن برمجه، فانت والله انا بتعلم من الكورس ده، فهدوس عليه فهيظهر لي على طول او هيدخلني على طول على الفيديو ده او على الكورس اللي انت بتتعلم منه. تمام، مية مية وزي الفل. انا عاوز اعمل هيدنج 2 مثلا وليكن. طيب هدوس على سلاش وبعد كده هيدنج 2، وعايز اقول له او عايز اكتب لنفسي يعني ان انا بدات امتى، انا بدات الكورس ده امتى. ممكن اكتب لنفسي مثلا وليكن تاريخ البدايه، عاوز الونها فهاجي عند الكالر واخليها مثلا وليكن لونها بلو، وهعمل برضو كده الايكون واسميها مثلا وليكن الوقت ده او اخلي العداد ده كده. حلو. طيب انا هكتب لتاريخ البدايه اكتبه ايه؟ اقدر بقى اكتب اي حاجه، مثلا ممكن اكتب له 12 3 2020 وليكن كده انا كتبت تاريخ. طيب لو تلاحظ الخط ده انا عاوز اكبره شويه، هعمله بولد ازاي؟ هدوس على بي، فلما اجي ادوس على بي هقول له والله انا بدات اهو 12 3 2020. نيجي لاهم جزء بقى. طبعا احنا بنظبط الصفحه اللي احنا بنشوف بقى، بنكتب لنفسنا شويه حاجات، بنعمل الكورس اللي احنا بنتعلم منه بدانا امتى والكلام ده كله.
طيب عايزين نعمل هيدنج عشان هنحط تحتيه الكود او الاجزاء اللي احنا بنتعلمها في الكورس ده او في فلاتر او في اي كود يعني. طيب هنعمل الهيدنج ده ازاي؟ ما انا عامل كده كده هيدنج فوق، بلاش بقى اعمله تاني. فانا ممكن اخد الجزء ده هدوس عليه وبعد كده ادوس على كنترول دي واخد الجزء ده كده وانزله هنا اهو. طيب انا بدل ما اخلي الكورس دي هخليها مثلا وليكن content of course، يعني ايه؟ يعني محتوى الكورس ده. حلو، واغير الايكون دي اخليها دي مثلا وليكن. حلو، ده الكونتنت بتاع الكورس. انا بقى عاوز اعمل ايه؟ كل جزء في الكورس انت هتتعلمه انت هتعمل له صفحه. يعني مثلا انا اتعلمت حاجه في الكورس، اول فيديو كده او اول جزء من الكورس انا اتعلمت فيه حاجه معينه في الكود. يعني ايه؟ تعال نعمل صفحه. فانا هدوس على السلاش وبعد كده هاجي عند كلمه بيج واعمل له البيج دي، وهسمي الصفحه بتاعتي دي 00. انا هسميها اول صفحه خالص. والله اول صفحه انا اتعلمت فيها ايه، او اسم الحاجه اللي انا عايز اكتب عنها النوتس يعني. انا عايز اكتب عن حاجه اسمها رو. طيب وبعد كده هخلي الايكون دي ايه؟ هخليها مثلا وليكن رقم 1. وتقدر طبعا تحط كفر والكلام ده كله. حلو قوي وزي الفل. مش ده كود؟ طيب انا دلوقتي بقى عاوز اكتب كود. هدوس على سلاش وبعد كده هكتب كلمه كود. لو تلاحظ ان هيظهر لك الجزء ده، لو انا جيت دوست عليه هيقول لك والله انت تقدر، ظهر لك بوكس كده وقال لك في كلمه اسمها دارت. دارت دي لغه برمجه، لو انا دوست عليها هتلاقي في لغات برمجه كتير. انا مثلا وليكن هخليها دارت زي ما هي عشان هي اصلا الفلاتر مستخدمه بدارت اللي هي لغه برمجه. طيب انا عاوز اكتب كود معين، فهكتب كود معين زي ما انا عاوز. اقدر اكتب له اي حاجه مثلا وليكن الكود ده. فده كود انا اتعلمته في الدرس اهو. اتعلمت الكود ده خلاص انا بدات اكتب عنه. طيب انت تقدر طبعا تكتب تقول والله void main دي يعني ايه، وتكتب هنا والله void main دي عباره عن كذا كذا كذا. طيب مثلا وليكن انا عاوز احط صوره. انا اخدت صوره مثلا سكرين شوت للكود بتاعي اللي انا اتعلمته وعاوز احطها تحت البوكس بتاع الكود ده. اعملها ازاي؟ هدوس على سلاش وبعد كده هاجي عند كلمه ايمج، وانا كده اقدر ارفع الصوره اللي نفسي فيها. مثلا ممكن انا ارفع له الصوره دي. فانا رفعت له الصوره دي عباره عن ايه؟ عباره عن الكود اللي انا اتعلمته. انا اقدرها او صوره الكود يعني بتاع الجزء اللي فوق ده، بقول له والله ده الجزء بتاع فلاتر يعني. حلو، وانا اقدر اصغرها كده واخليها في النص او اخليها في اليمين او في الشمال او في ايا كان. فكده انت دلوقتي مثلا وليكن عايز تراجع حاجه اسمها الرو، دخلت لقيت نفسك انك انت كاتب الجزء ده، وزائد انك انت كاتبه مش مجرد انك انت كاتبه مثلا في كراسه او كاتبه على الواتساب او كاتبه على اي حاجه من الاجزاء دي. يعني انت لو عايز مثلا تشغل البرنامج ده، كل اللي عليك انت تيجي عند كلمه كوبي او تنسخه وتدخل بقى على الفيجوال ستوديو مثلا اللي انت بتتعلم عليه او ان انت بتكتب عليه الكود، وتدوس بيست وتشغل البرنامج بتاعك. وتقدر طبعا تكتب الملاحظات اللي انت نفسك فيها. طيب لما انا اجي عندي كلمه فلاتر كده، لو تلاحظ هتلاقي في كونتنت في كورس الصفحه اللي اسمها رو. طيب انا عاوز اعمل صفحه جديده، اتعلمت حاجه جديده مثلا وليكن، فهعمل دوبليكيت للصفحه دي. هدوس كنترول دي او ان انا ادوس عند الست نقط كده واجي عند كلمه دوبليكيت فهيعمل لي دوبليكيت للصفحه دي. هدخل عليها واعدلها، اخليها بدل 0 0 اخليها 0 1. حلو، او اخليها 2 مثلا وليكن، واغير الايكون دي وابحث عن رقم 2 واخليها 2 واقول له والله انا اتعلمت في الجزء ده حاجه اسمها كولوم ايا كان. وبعد كده هعمل له كود جديد مثلا وليكن اهو. ده كود جديد بقول له اهو انا كاتب لنفسي معرفش ايه واعمل الكلام ده وما تعملش الكلام ده، وهحط صوره والحاجات دي كلها. فبقى عند فلاتر دلوقتي انا عندي الكورس، عندي تاريخ البدايه، عندي كونتنت في كورس. مثلا في الكورس بتاع اتعلم ببساطه ده اللي هو 5 ساعات ده، كل جزء من الفيديو تحطه في صفحه وتقول انا اتعلمت كذا وتحطه في كود والكلام ده كله. طيب حاجه مهمه جدا، افرض انت عاوز تعمل اكسبورت للجزء ده كبي دي اف مثلا وليكن. انا عاوز اكسبورت الكود ده او ان انا اطلعه يعني على الكمبيوتر عندي بس كبي دي اف. اعمل ايه؟ هتلاقي فيه هنا فوق كده الثلاث نقط دولت، دوس عليها. بعد كده هتنزل تحت هتلاقي كلمه اسمها اكسبورت. هتلاقي كده كلمه اسمها اكسبورت. هيقول لك ان انت عاوز تعمل الاكسبورت فورمات اللي هو عباره عن ايه، يعني انت عايز تعمله كبي دي اف ولا لا، او اتش تي ام ال، او في حاجه اسمها سي اس في. انا هقول له لا انا عاوزها كبي دي اف، وبعد كده ادوس على كلمه اكسبورت. فهيبدا بقى يعمل اكسبورتنج للجزء ده، وهيقول لك انت عاوز تحمله فين. انا عاوز احمله مثلا على الديسكتوب، فادوس على سيف. لو انا جيت فتحته كده بص عمل لك الصفحه اللي انت عملتها كاصلا كبي دي اف. تقدر تحط الكلام ده في بقى عندك في كتاب او عندك في ايا كان، او تبعته لواحد صاحبك فبقى الكلام عندك كبي دي اف. فالموضوع لذيذ جدا وسهل، ما تقلقش من اي حاجه. فانا دلوقتي عملت موضوع ازاي اتعلم كود او ازاي ان انا اخد نوتس
باستخدام نوشن. بس كده يا صاحبي، الموضوع سهل جدا وبسيط. ما تنساش برضو انك انت تشوف الكورس كامل تحت في الديسكريبشن عشان ده هيفيدك بشكل اكبر. وعملنا فيه حاجات خطيرة زي تتبع العادات وزي القراءة وزي البرمجة وزي الانجليزي، وفي حاجات كتيرة جدا نظمناها بداخل نوشن وتعلمناه من تحت الصفر. بس حاجة مهمة لازم تعرفها، انك انت ما تفضلش تنظم كتير، وخلي التنظيم بسيط جدا 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 وابدأ في الشغل على طول. فربنا يكرمك يا رب، وكل حاجة تبقى سهلة وبسيطة بالنسبة لك، وان شاء الله اشوفك في فيديو جديد.